يلا بسم الله. يلي هنا ويلي هناك، يلا ضايعين في الرياضة، ما عادش في ضياع إن شاء الله. بإذن الله مستمرين في سلسلة خلاصة الخلاويص ومع الدرس الثاني يا باشمهندس مقياس الرسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي في كل مكان يا أولي إعدادي. بإذن الله اللي ما يعرفش احنا بدأنا سلسلة وخدنا درس النسبة والتناسب، بنلخصوا الدرس بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ بإذن الله. هتدعي لي جوه الامتحان بس اضغط لايك واعمل سبسكرايب وشير الفيديو مع كل اصحابك واكتب تام وخش اشترك في القناه اللي على اليوتيوب لو انت على الفيسبوك. يلا بينا يا باشمهندس نبدا. النهارده موعدنا مع الدرس الثاني مقياس الرسم. يلا بينا بسم الله. بقول لك يا باشمهندس الدرس الثاني اسمه مقياس الرسم. قال لك مقياس الرسم هو قانون حزين بسيط والدرس خلص. يلا بينا. قال لك مقياس الرسم هيساوي الطول في الرسم على الطول شاطر في الحقيقة. بس تحفظ لي القانون ده اعتبر الدرس خالص. وفي شوية بقى تريكات شوية لعب هفهمك فيهم يا باشمهندس دلوقتي. قال لك مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول في الحقيقة. أول ملاحظة يا باشمهندس في الدرس ده، أول ملاحظة، هو بيديك اتنين وبيطلب التالت. بيديك معطيين وبيطلب الايه؟ بيطلب التالت. يعني ممكن يديك الطول في الرسم والطول في الحقيقه ويعوز مقياس الرسم. ممكن يديك مقياس الرسم ويديك الطول في الرسم ويعوز الطول في الحقيقه. ممكن يديك الطول في الحقيقه ومقياس الرسم ويعوز الطول في الرسم. بيديك اتنين ويعوز التالت. سهله وجميله. ركز معايا يا باشمهندس في التحويلات دي. لو عندي فوق يا باشمهندس سنتي لازم يكون تحت سنتي. لو عندي ملي لازم يكون تحت ملي. عندي كيلو لازم يكون تحت كيلو. لازم الوحده فوق تساوي الوحده تحت. طب كلام جميل. طب ازاي يا باشمهندس انا مش فاكر التحويلات؟ اقول لك يا قلبي تعالى نفتكرهم مع بعض. اكتب ورايا يلا. الكيلو متر بيساوي 1000 متر. الكيلو متر 1000 متر. طيب المتر شاطر في كام سنتي؟ في 100 سنتي. طيب السنتي في كام ملي؟ في 10 ملي. طيب السنتي يا باشمهندس بيساوي ايه؟ بيساوي الدي سي متر. يبقى الكيلو متر في 1000 متر والمتر في 100 سنتي والسنتي في 10 ملي والسنتي بيساوي الدي سي. معلومه كده من باب علم بالشيء. طيب اللي بتيجي على طول يا باشمهندس هي دي. بيقول لك حول من كيلو متر لسنتيمتر او من سنتيمتر لكيلو متر. طيب من كيلو لسنتي. طب من كيلو المتر بضرب في 1000، من متر لسنتي بضرب في 100. يبقى هضرب من الكبير للصغير هضرب في 100,000. طيب من الصغير للكبير هقسم على 100,000 يا باشمهندس. يبقى تحفظهم صم. والمتر في 100 سنتي والسنتي في 10 مللي. طيب تيجي ناخده مثال بسيط جدا عشان نفهم بيجي ازاي الدنيا. يلا بينا. مثال يا باشمهندس بيقول لك اوجد مقياس الرسم. قال لك اذا كانت الطول على الرسم او على الخريطه كام؟ 3.2 سم. ده الطول في الرسم. طيب والمسافه في الحقيقه 64 كيلو متر. طيب مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. الطول في الرسم 3.2 سم. طب الطول في الحقيقه 64 كيلو متر. طيب يا ابني بالله عليك ينفع الكيلو زي سنتي؟ لا، احول الكبير للصغير. انا هحول الكيلو لسنتي. طيب يبقى هتساوي 3.2 على 64 في من الكيلو للسنتي. من الكيلو للسنتي في 100,000. ممتاز. في 100,000 يا باشمهندس تطلع زي ما تطلع. يبقى جبنا مقياس الرسم بس كده. هل دي فيها صعوبه؟ لا والله. يلا بينا ناخد كمان شويه فكرتين ثلاثه كده. يلا بينا. في حته بقى يا باشمهندس كتير من الشباب بيغلطوا فيها وهي التعبير عن الطول في الرسم بالخريطه. يعني ايه؟ بيجي لك يا باشمهندس تايم لاين كده، يعني خط متقسم. هنا مثلا 55 كيلو، هنا 110 كيلو، هنا مثلا 165 كيلو. انت فاهم؟ ويقول لك اذا كان كل 1 سم في الخريطه التي امامك يمثل 55 كيلو فاوجد 3 سم على خريطه اخرى. يعني يا باشمهندس انا باخد اول رقم عندي في التايم لاين يبقى بقول له كل 1 سم
بيدينا 55 كيلو متر. 55 ايه؟ كيلو متر. طيب هو هيجيب لك رسمه، يجيب لك خريطه مثلا، ويقول لك البعد بين مدينتين، هاجي اقيسه بالمسطره، هقيسه بالمسطره. لو مش مديني الطول يعني، افرض قال لك مثلا 3، يبقى كل 3 سم هيدوني اكس. كام اكس؟ كام كيلو؟ دي يا باشمهندس اسمها، احنا دخلنا في تطبيقات النسبه والتناسب، يعني الناس تكون فاهم اللي فات. تطبيقات النسبه والتناسب يعني الناس تكون فاهم اللي فات. عندي مقياس الرسم والتقسيم التناسبي والنسبه المئويه، دولت من تطبيقات النسبه والتناسب، يعني كل هيخش فيهم نسبه وتناسب. طيب انا عاوز اكس، هعمل ايه؟ 3 في 55 على 1، يبقى اكس هتساوي 3 في 55 بكام؟ ب 165 كيلو متر. طيب يا باشمهندس، يبقى كده فهمنا التايم لاين. لو قال لك مسافه بين بقى ايه في الخريطه بين مدينتين، بتجيب المسطره وتشوف كام سنتي بين المدينتين. مثلا قال لك القاهره واسوان، بتاخد اول رقم بتساوي 1 سم، دي ثابته، كل 1 سم باول رقم معاه، ثم بقى تشوف كام سنتي بين المدينتين وتجيب. بس كده يا باشمهندس، ده درس مقياس الرسم. طيب لو قال لك مثلا عاوز طول في الرسم، هيكون مديك مقياس الرسم، بيقول لك مثلا 1 على 2 مليون هتساوي الطول في الرسم يبقى اكس. لو ده بيبقى مثلا دايما بالسنتي. طب الطول في الحقيقه مثلا مديونك 50 كيلو يا باشمهندس، ده ينفع؟ لا، قبل ما تحل تحوله للسنتي، يبقى شايل الكيلو ديت وضارب مكانها في كام؟ شاطر، ضارب في 100,000، وبعد كده هجيب اكس ده في ده على ده. الموضوع خلص يا باشمهندس. بس كده باذن الله مستمرين في السلسله الجميله ديت، احنا بنتناقش مع بعض، لكني قاعد معاك في البيت كده براجع لك. باذن الله تدعي لي في اللجنه. ما تنساش بقى تضغط لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو مع كل اصحابك، واستناني في فيديو جاي كتير، وكتب لي تم في التعليقات. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.